عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهاردة بقى نعمل احلى واطعم فايش صعيدي. هتعمليه من الالف للياء في البيت. هنعمله بخميرة الحمص. هيطلع معاكي الخميرة وناجحة جدا، وهقولك كل الاسرار اللي تعمليها وتطلع لك الخميرة، وكمان تخليكي تعملي احلى فايش. وعلى فكرة انا في امريكا، الناس اللي في مصر متعرفش ان انا في امريكا، فاحنا عملنا احلى فايش صعيدي من قلب امريكا. الناس اللي هنا ونفسهم في الفايش اسمعوا الطريقة وهتعجبكم، وسهلة جدا وهتعملوها بكل بساطة وسهولة. يلا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي النهاردة مع بعض. زي ما قلت لكم انا هعملها بالحمص. فمعايا هنا معلقتين كبار من الحمص بتاع حمص الشام اللي هو اللي بيبقى مش مستوي ده. حطيت معلقتين كبار وطحنتهم كويس جدا في الكبة، في المطحنة، سوري، ممكن تعملوه في الكبة على فكرة، بس انا استخدمت المطحنة وحطيتهم في البرطمان الازاز بتاعي ده. وبعدين حطيت معايا معلقتين كبار من الحمص بتاع المقلة وطحنتهم برضو بنفس الشكل. طحنت كل نوع لوحده علشان طبعا اللي هو اللي بيبقى ني ده بياخد وقت في الطحن اكتر. حطيتهم في برطمان، البرطمان يكون نظيف ومتعقم. حطيت عليهم كوباية من اللبن المغلي. اللبن مش سخن، اللبن مغلي، لازم اللبن يكون مغلي علشان يساعد الخميرة انها تطلع معاكي. هنغطيها بالشكل ده، لازم تغطيها كويس جدا. وهنلفها بفوطة من فوط المطبخ، فوطة نظيفة كده تلفي فيها البرطمان بتاعك. وبعدين هنحطها جوه بطانية او دفاية او اي حاجة انت يعني في البيت موجودة، وتحطيها في الميكروويف. سيبيها جوه الميكروويف. الميكروويف مكان دافي جدا ومكان هتطلع فيها الخميرة بكل سهولة وبسرعة. شايفين شكلها بعد ما خمرت؟ شايفين شكل الخميرة عاملة ازاي؟ شايفين الشكل؟ فصلت كده وعليت وجميلة جدا. هنا بقى هنعمل عليها ايه؟ هنزود عليها معلقة كبيرة من الدقيق. هقلب الدقيق بتاعي مع الخميرة لحد ما الدقيق كله يدوب كده ويختلط مع الخميرة. وهنغطيها تاني وهنرجع نحطها في الفوطة، وهنحطها برضو في الدفاية وفي الميكروويف لمدة ساعة. اول خطوة، اول مرة عملناها اخدت معايا 10 ساعات بس والخميرة طلعت، ولا 12 ساعة ولا 24 ساعة ولا اي حاجة. 10 ساعات والخميرة كانت طلعت. وتاني مرة بعد ما حطينا معلقة الدقيق اخدت ساعة واحدة وكانت بالمنظر اللي انت شايفاه ده. تعالوا نفتحها كده مع بعض. في المرحلة دي بقى لو انتي طحنة الحمص بتاعك كويس جدا وكان باودر زي ما انت شفتي معايا في الاول، فهنحطها على الدقيق مباشرة. لو انتي مش طحناه كويس وفي لسه كتل كده صغيرة، يبقى لازم الخميرة بتاعتك بعد ما خمرت كده في البرطمان تحطيها في طبق كده بره، وتحطي عليها ربع كوباية ولا نص كوباية من اللبن، وتقلبيهم وتصفيهم بمصفى على الدقيق. تمام كده عشان نبقى متفقين. لكن لو انتي طحناه كويس جدا 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 زي ما شفتي معايا، حطيها على طول على الدقيق، مفيش مشكلة. انا هنا معايا كيلو من الدقيق، حطيت عليهم الخميرة بتاعتي، وبزود لبن واحدة واحدة بالتدريج، لبن دافي مش سخن. هنا بقى هنعجن بلبن دافي. زودت اللبن بالتدريج واحدة واحدة زي ما انت شايفة كده لحد ما نعمل العجينة بتاعتنا. انا الخميره كانت اختمرت جدا في البرطمان زي ما شفتي كده، اول ما فتحته فرقع كده في وشي وخرب الدنيا. بس لمينا الدنيا ورجعنا نعجن مع بعض زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه تعجنيها كويس جدا. اعجني كده وطلعي غلك كله فيها واعجنيها كويس. وانا على فكرة عملت الخميرة دي في الطبق اللي بعجن فيه ده، وهنكمل عجن في نفس الطبق. يعني مش هعمل كذا طبق ونفضل بقى مواعين كتير وبتاع، لا، كله في طبق واحد هنستخدمه في كل خطوات العجن. ده قوام العجينة اللي احنا عايزينه. العجينة بتبقى طرية كده زي ما انت شايفة. هنغطيها بقى ونسيبها تخمر. انا هنا في المرحلة دي حطيت الطبق بتاعي جوه الفرن، بعد ما غطيته بصينية وغطيته بالدفاية دخلته جوه الفرن وسبته يخمر براحته. مش هتدخليه جوه الفرن يبقى غطي عليه بطاطين كتير. هنا بقى معايا كوباية من اللبن الدافي. بعد ما العجينة خمرت حطيت معايا كوباية من اللبن الدافي، حطيت عليه 3 معالق كبار من السكر. ليه 3 معالق؟ انا هعمل 3 كيلو من الدقيق، حطيت كيلو في الخميرة في الاول، وهعجن هنا ب2 كيلو من الدقيق، ف3 كيلو كلهم من الدقيق حطيت عليهم 3 معالق كبار من السكر. تمام كده.
هنا زودت ال2 كيلو دقيق زي ما قلت لكم على الخميره بتاعتي. حطيت عليها بقى دي الخميره بعد ما اختمرت، حطيت عليها بقى الملح بتاعي، رشه من الملح كده، معلقه صغيره مليانه، وحطيت كوبايه اللبن الدافي اللي عليها 3 معالق من السكر، 3 معالق كبار سكر. وبنزل بقى بالتدريج باللبن دافي واحده واحده، واعجن لحد ما نشوف العجينه بتاعتنا هنعمل فيها ايه. يبقى تعالوا نراجع كده مع بعض ونشوف عملنا ايه. كل الخطوات بتاعتنا: في الاول البرطمان بتاعك يكون نظيف ومتعقم كويس جدا، يكون نظيف جدا جدا جدا، وهحط عليه معلقتين كبار من الحمص، حمص الشام مطحون كويس جدا، وحطيت عليهم معلقتين كبار من الحمص الاصفر التاني اللي وريتهولكوا بتاع المقلة مطحون برضو كويس جدا. يبقى كده 4 معالق من الحمص مطحونين كويس جدا. تمام. وحطيت عليهم، حطيتهم في البرطمان، حطيت عليهم كوباية من اللبن المغلي، اللبن يكون مغلي، وزودت كوباية اللبن، قلبتهم وقفلت البرطمان بتاعي، غطيتهم بفوطة وبدفاية وسبتهم في الميكروويف او في اي مكان يكون دافي، ممكن في ضلفة من المطبخ، ممكن في الدولاب، بس انا بصراحة في الميكروويف ما اخدتش معايا وقت وطلعت. فعملتها بعد 10 ساعات، لقيت الخميرة بتاعتي طلعت على طول زي ما وريتكم شكل البرطمان. زودت بقى معلقة كبيرة من الدقيق، قلبتها في الخميرة وقفلت البرطمان تاني، ورجعت حطيته في الميكروويف تاني لمدة ساعة وكانت اختمرت. كسرتها بقى على كيلو من الدقيق وعجنتهم بلبن دافي، مش بميه، بلبن دافي، وعجنت. وبعدين سبت الخميره بتاعتي اختمرت، زودت معاها 2 كيلو من الدقيق، عليهم ملح، وعليهم 3 معالق كبار من السكر على كوبايه اللبن الدافي، وعجنت بلبن دافي. وبعد ما خلصت عجن كده، حطيت على العجينه بتاعتي كوبايه من السمنه السايحه، والسمنة بتاعتي سايحة لكن مش سخنة، يعني انت حطيها كده على ما بتسيح على البوتاجاز او في الميكروويف، على ما تسيح تكوني عجنت العجينة بتاعتك، ترجعي تكون هي بردت طبعا، تحطيها على العجينة بالشكل ده وتلميها كده وتعجنيها مع العجينة عشان تلمي بيها العجينة بتاعتك. نضفي الطبق بتاعك، وكده نكون خلصنا عجن خالص. كده خلصنا كل مراحل للخميرة بتاعتنا. معلقتين كبار او ربع معلقه او ربع كوبايه صغيره من السمنه كده على الوش، هغلف بيها الوش بتاعي، وهغطي الطبق بتاعي وهدخله الفرن علشان يخمر. الفرن طبعا مش سخن ولا اي حاجه، بس مدخلاه في مكان يكون دافي علشان تخمر معايا. هنا بعد ما الخميرة اختمرت معانا، تعالوا بقى معانا طبق كده فيه سمنة سايحة، بدهن ايديا بالسمنة وباخد قطعة كده وهنعمل صوابع. عايزة تعمليها قرص كده تكون قطعة كبيرة وبعدين تفصصيها، شغال. عايزة تعمليها صوابع زي ما انا عملت كده، شغال. وانا بحبها تكون صباع كده. تمام. هوريكم نعمل ازاي تاني. بناخد قطعة كده صغيرة بعد ما بندهن ايدينا بالسمنة، وبلفها كده زي ما انت شايفة ما بين كفوف ايديا. لو لقيت الصباع مش مظبوط لفيها كده كورة، وبعدين يعني زبطيها كده في ايديكي كورة، وبعدين لفيها صباع زي ما انت شايفة كده. هوريكي الصباع اللي جاي هعمله بالراحة علشان تشوفي حركة ايديا بعمل ازاي. لو اول مرة بتعمليه تعرفي ازاي تعمليها ما بين كفوف ايديكي. بصي، بتاخدي القطعة بتاعتك كده بتلفيها كورة بالشكل ده كده ما بين ايديكي المدهونة سمنة، وبعدين بتلفيها كده ما بين ايديكي كأنك بتصبعي كفتة في الاول، وبعدين بتاخديها كده ما بين كفوف ايديكي يمين وشمال يمين وشمال، هتلاقي الصباع اتظبط معاكي. هتعملي الحركة دي لحد ما الصباع يظبط كده ما بين ايديكي، وتحطيه بقى في الصواني بتاعتك. شايفة؟ بمنتهى السهولة كده، حلو جدا. تعالوا بقى نحطه في الصينية، واقول لكم الخطوة الجاية مهمة جدا علشان تعرفي ايه الصواني اللي تشتغلي فيها. عايزه اقول لكم ان انا اشتغلت في الصواني او الصاجات الالومنيوم زي ما انت شايفه كده. بتحطي الصوابع بتاعتك كده جنب بعض، ما بتسيبيش مسافات، بتحطيهم جنب بعض كده، و بتسيبيها. بعد ما بتملي الصاجات بتاعتك بتحطي عليها سمنة سايحة كده على الوش، بتغرقيها كده سمنة على الوش وبتسيبيها تخمر. انا دخلتها الفرن، برضو الفرن مش شغال، الفرن مطفي لحد ما خمرت، وبعدين هطلعها واشغل الفرن. دي الصواني التانية اللي انا اشتغلت فيها. عايزة اقول لكم محدش يستخدمها في
في الفايش او في القراقيش محدش يستخدم الصواني دي علشان بتلسع من تحت، بتخلي الفايش بتاعك ياخد لون. لكن الصاجات الالومنيوم او الصواني الالومنيوم حلوه جدا جدا جدا. اشتغلي في الالومنيوم يا جماعه، اشتغلوا في الالومنيوم مش في الصاجات ولا مش في الصواني ولا تيفال ولا جرانيت ولا كده، لا. ده شكل الصاج بتاعي بعد ما اختمر. طلعته من الفرن وشغلت الفرن بتاعي لحد ما سخن كويس، والفرن كان على درجة حرارة 350 لو انت في امريكا، ودرجة حرارة 180 لو انت في مصر. شايفة شكله بقى عامل ازاي؟ شايفين لونه جميل ازاي؟ هوريكم برضو الصواني التانية مطلعة اللون عامل ازاي عشان تصدقوني وتشتغلوا في الالومنيوم بس، ما تشتغلوش ولا في تيفال ولا في جرانيت، اشتغلوا في الومنيوم. شايفين لونه من تحت بني ازاي؟ هو ما اتحرقش بس اخد لون. انا بصراحه ما كنتش عايزاه ياخد لون من تحت، انا كنت مجرد ياخد لون ذهبي زي ما شفتوا في الصاجات الالومنيوم، فده اللي حصل. وحابه الفت نظركم للنقطه دي. شايفين بقى شكله جميل ازاي وحلو ازاي؟ بتسيبيه يبرد وبعدين بقى بشغل الفرن على درجة حرارة هادية، على درجة حرارة 200 لو انتي هنا، درجة حرارة هادية جدا. وبتفردي الفايش او القراقيش بتاعتك في صاجات كده وبتدخليه علشان يتحمص. حابه تاكليه طري كده طبعا جميل جدا، بس احنا بنحبه متحمص. فشايفه زي ما انت شايفه كده انا فردته بالشكل ده، ما حطيتش فوق بعضه، لا، فردته كده بالشكل ده ودخلته. وده شكله بعد ما اتحمص. بفضل اقلب فيه يمين وشمال وفوق وتحت لحد ما يتحمص من جميع الاتجاهات ويكون مقرمش من جوه ومن بره. وده شكله بعد ما اتحمص. شايفين جميل جدا؟ جربيه بكل سهولة، صدقيني مش هياخد معاكي يوم ونص وهتكوني مخلصة كل الكمية بتاعتك. ده شكل الكمية بتاعتي كلها بعد ما خلصت كله. طبعا جميل جدا، جربيه وهيعجبك وولادك هيفرحوا بيك جدا على فكرة. واحنا كمان وحشنا الاكل ده واحنا في غربة كده، فاعمليه بكل سهولة. والناس اللي في مصر تقدري تعمليه بكل سهولة. وكمان احنا داخلين على العيد، كل سنة وانتم طيبين. الحقوا اعملوا الفايش بتاعكم. ولو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتقولوا لي ايه رأيكم في الفايش بتاع النهاردة. عايزه اقول لكم ان في ناس بتحط عليه كركم على فكره، بس احنا يعني في بلدنا بنعمله ابيض كده زي ما انت شايفه. بس لو انت في بلدك بتحطي عليه كركم، حطي كركم واعمليه بالهنا والشفا. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل. وهنزل لكم فيديو تاني اخر اليوم النهارده، طريقه لوصفه جديده. مش هستنى لبكره، هنزل لكم فيديو تاني علشان تلحقوا تعملوا حاجه العيد بسرعه. وعايزه اقول لكم ان بكره هنزل لكم فيديو هقول لكم فيه على مسابقه حلوه جدا هنعملها مع بعض من بكره لحد العيد كده. هتكون مسابقة وليها جايزة مالية. عايزة اقول لكم استنوا الفيديو بتاع بكرة علشان هقول لكم فيه شروط المسابقة. اشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.